بقول لك يا مكة الامتحانات قربت. بقول لكم ايه بقى انتوا الاثنين، بمناسبة الامتحانات الشهر قربت، انا عندي فكرة، اللي فكرة هيخالفني عليها هزعله. بصوا بقى، احنا مش مذاكرين من اول السنة عشان ما نشيلش، احنا التلاتة هنقعد ورا بعض، كل واحد فينا هيذاكر جزء في المادة او هيذاكر مادة بقى، وهنشوف كل واحد يدي للتاني الاجابات بتاع الجزء اللي هو مذاكره، ماشي؟ وانت ذاكر يا احمد عشان ما تشيلناش زي كل سنة. عيب عليك. انت يا مكة واثقة فيكي، بس والنبي ذاكري كويس. ماشي بص، انت هتذاكري الوحدة الأولى وأنا هذاكر الثانية وانت يا مكة هتذاكري الوحدة الثالثة، ماشي؟ ماشي يلا بينا بقى كل واحد يروح يذاكر. يا بونا حرام عليك يا أحمد، منك لله، ده أنا قلنا تذاكري الوحدة الأولى ما تذاكرش أي حاجة وأسألك على السؤال تبلهولي غلط يا أخي، حرام عليك، شيلتنا المادة زي كل سنة. تقولي اللي انت مش بتذاكر. انت يا ابني هتذاكر زي ما بنقول لك بقى. اعمل لكم ايه، انا كنت مذاكر بس نسيت كل حاجه. يعني ايه نسيت كل حاجه يا ابني، حرام عليك، اقول لك تقول لي الاجابه غلط. خلاص يا احمد، من النهارده انت من طريق واحنا من طريق، انا بعد كده هقسم الامتحانات عليا لو مكه، يا اما انت ما بتذاكرش يلا انا بتاعك ده منك اللي شيلتنا الماده، يلا يا مكه. يوه انا مذاكر.